السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم حسين علي. اليوم رجعنا لكم فيديو جديد، وإن شاء الله الفيديو عجبكم عن ماينكرافت. أدعم بها اللعبة شوي صعب قديمة، بس لكن نزل تحديث جديد 1.8.7. هذا التحديث الجديد إن شاء الله راح أعلمكم كيفية تحميله وتثبيته. اللي ما شاف الفيديو السابق يروح يدخل عليه حتى يتعلم كيفية تنزيل اللعبة والتحديثات. والآن أنا راح أنزلكم في هذا الفيديو بس التحديث فاصلة 8.7 1.8.7. ندخل على ماينكرافت. تدعم الأونلاين، وتدعم التكستر باك، وتدعم يعني هي شبه أصلية، ولكن المهم تروحون على الفيديو السابق تشوفون تشيكون عليه تنزلون اللعبة وتكملون. لو تجون هنا تروحون على فاصلة 7 التحديث الجديد. أهم شي يكون مشغلين واي فاي حتى يعطيك تحديثات جدا إذا مشغل واي فاي وانترنت ما شاء الله عليه شوي قوي. تدوسون على التحديث تعطونه بلاي. أنا راح يصير عندي بسرعة، بس لكن أنتم راح شوي يطول، ولكن يلا عادي. نطبع اللعبة وإن شاء الله. يلا. السلام عليكم شباب، بعد ما رجعنا وطبينا للعبة شوي نكملها. بس صراحة التحديث يعني ما نزلت فيه أشياء جدا، ولكن يعني مسوين الوضوح أحسن واللعب أحسن. الآن راح أشوفكم اللعب الفردي وبعدين اللعب الجماعي. ندخل على اللعب الفردي مثل ما تشوفون العالم هذا. الصراحة على ماينكرافت عندي لعبة جميلة جدا، ولكن أجمل مع الأونلاين والأصدقاء. الآن دخلنا للعبة. صراحة شباب إذا تشوفون لاج، هذا اللاج من برنامج التصوير ليس من عندي. أنا اللعبة عندي ومثل ما تشوفون هذا التحديث واحد، يعني التحديث زين مثل ما تقولون. المهم جميل جدا. أعرفكم أنتم بعد تلعبونها تريدون الأونلاين أفضل بعد. المهم الآن طبعا اللعب الجماعي الأونلاين مثل ما تشوفون السيرفرات داخلين أنا، يعني اللي يعجبكم طبون. المهم السيرفرات لين ما تلقون عندكم انتم، بس عندي أنا مثل ما تشوفون شباب. همزين جتنا هاي المشكلة. هاي المشكلة هسه أعلمكم إياها. المشكلة يعني إذا ما يطبقك لأي سيرفر تروحون تغيرون اسمكم اللي باللعبة. الآن راح نغير اسمنا. هذا شباب شوي طولت في الفيديو، ولكن يعني أعلمكم أكثر. هاي نصيحة لكم إذا ما دخلتكم أي سيرفر تسوون مثل هاي الطريقة. الآن تشتغل لعبة تشتغل أرجع لكم. شباب بعد ما اشتغلت اللعبة هيك تروحون على تغيير الاسم هنا، تروحون تغيرون اسمكم. مثلا انا غيره اسميه حسين 1 2 1. مثلا خليت هذا، يعني قول خليت هذا، لا تطيب ليه تدوسون على بلاي. والان مثل ما تشوفون راح يدخلنا السيرفر. انا واجهتني هاي المشكلة وبحثت عليها باليوتيوب منه ما لقيته. صراحة بحثت بس يقول لي تطفي الحماية من شنو. انا قلت لا خلنا اجرب بنفسي. رحت غيرت الاسم، قلت والله خلنا اغير الاسم. غيرته واشتغلت اللعبة الاونلاين وكل شي اشتغل. كل شي زين، وان شاء الله ما يغلى عليكم شي. المهم نروح على اللعب جماعي. اعتذر شباب عن اللاج، بس لكن
مثل ما تشوفون مثلا طبقنا على السيرفر. مثل ما تشوفون طبقنا السيرفر وكل شيء كويس. ثاني قلنا يطلب مني الاوريجن والهاي كتبه. شباب اذا حابين تخلون الكلمات انا اعطيكم اياها مال تسجيل الدخول. شباب تجون هنا تنسخونه ثم مصدره تكتبون الرمز اللي تريدونه. لو مصدره والرمز اللي تريدونه مرتين تعيدونه نفسه وتعطيه اوكي. مثل ما تشوفون يطلب مني اللوجن. نكتب لوج لا سلاش لوج لوجن مصدره ونفس الرمز تعيدونه نفسه. فمثل ما تشوفون طلع من اللعبة لازم اكتبه على السريع ايش في جهاز قام يعلق لازم اكتب على السريع نعيده. شباب انتوا لازم تكتبون على السريع لازم. انا شي اصور فيديو مثل ما تشوفون هاي 1 2 3 اصبر 1 2 3 اعطونا موافق. لو يطلب مني اللوجن 1 2 3 اصبر 1 2 3 اعطونا اوكي. مثل ما تشوفون بكتب على السريع. شباب التقطيع مشكلة بالبرنامج التصوير ما اعرف ليش. اذا طلعكم تغيرون رمز مثلا 1 2 1 2 1 2 1 2 موافق. نوب لوجن 1 2 1 2 موافق. هنا نمشي عادي. طبعا الشغلة ما تشوفون هاي شخصيتي. مثل ما تشوفون كان هذا كل شيء عن ماينكرافت تحديث فاصلة 1.8.7 وان شاء الله ينزل كل شيء. يعني شباب من ساعة مطلعني من شيء لازم تكتب على السريع. واذا هاي تغير رمز ليش تغير رمز واحد مسويه قبلك. وكان هذا كل شيء عن ماينكرافت. لا تنسون لايك وسبسكرايب واهم شيء التعليقات شباب. اللي يحب انزل فيديوهات يعني عن لعبة يريدها انزل له العاب انزل له اي شيء يعني الشرح. انا حاضر بالخدمة كل شيء يريد انا حاضر. شباب لا تقصرون معي لايكات وسبسكرايب والى اللقاء. معكم كان اخوكم حسين.